ازاي تذاكر صح وبذكاء من غير مجهود كبير؟ طبعا في ناس كتير جدا بتذاكر ولكن في الاخر ما بيحصلوش حاجه، او بيحس ان هو ذاكر وقت طويل جدا ولكن تحصيله كان بسيط جدا. اتنين بيذاكروا مثلا 8 ساعات، واحد ذاكر في ال8 ساعات دول المواد اللي عليه كلهم وخلصهم، والتاني في ال8 ساعات دول فضل في ماده واحده وكل ماده كانت بتاخد منه وقت كبير. ازاي بقى تكون انت الشخص اللي بيذاكر اقل ومجهود اقل ولكن بمحصله اكبر؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاعنا ان شاء الله. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، ولو اول مره تشوفوني انا من البلتاجي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم كل اشعار بكل فيديو جديد هنزله. ويلا بينا على طول نبدا في الفيديو بتاعنا. طبعا شايفين الالتزام وقد ايه انا بقيت ملتزمه وبنزل في الايام اللي انا قلت عليها. انا قلت لكم ان احنا ان شاء الله هننزل فيديو كل اثنين وخميس، وبالفعل نزلت لكم الاسبوع اللي فات فيديو يوم الاثنين وفيديو يوم الخميس، وان شاء الله الفيديو اللي انا بصوره ده هينزل لكم يوم الاثنين. وزي ما قلت لكم برده ان احنا مش هنتكلم عن ثالثه ثانوي بس، لا احنا هنتكلم عن معلومات للمذاكره مفيده وحاجات كتير تفيد كل الطلبه، سواء كنت في ثانوي او سواء كنت في جامعه او اي مرحله دراسيه، حاجات عامه تفيدكم عن المذاكره. ندخل في الموضوع على طول عشان حاسه ان انا رغيت كتير المره دي. اول حاجه لازم تعرفوها reading is not studying، انه القراءه مش هي المذاكره. ده غير ان قرايتك بس للكلام المكتوب ده هيخليك تنسى اللي انت ذاكرته بسرعه، وكمان التسطير وانك تعمل دوائر على الكلام المكتوب ده لوحده مش كفايه. اي نعم دي حاجه مساعده كبيره جدا ولكن لوحدها مش كفايه. طيب ايه الحل في النقطه دي؟ الحل هو ان انت تقوم بدور المدرس لنفسك، يعني وانت بتقرا هتشرح الكلام المكتوب لنفسك وتفهمه كويس جدا، في نفس الوقت انت ماسك القلم بتاعك وبتعلم على اهم الحاجات اللي مكتوبه. بعدين عشان تثبت المعلومه دي هتشرحها لحاجات وهميه قدامك كأن في حد قدامك وانت بتشرح له. ويا سلام بقى لو في حد من صحابك او حد من اهلك او اخوك الصغير قاعد قدامك، اقعد بقى اشرح له كل الحاجات اللي انت فهمتها. صدقني دي اكتر طريقه تلاقيها بتثبت المعلومات. انا بجد من اكتر الناس اللي مؤمنه بالطريقه دي، لان انا لما كنت حد من صحابي بيسالني في حاجه مثلا واحنا في الدرس او احنا في الجامعه واشرحها له، الحاجه دي بتثبت معايا جدا جدا واستحاله انساها. انك تشرح الحاجه لنفسك الاول وبعدين تفهمها كويس، وفي نفس الوقت انت ماسك قلمك وبتعلم على اهم الحاجات. اولا كده انت شغلت الثلاث حواس، وهي ان انت بتقرا بعينك، تسمع بودانك الكلام اللي بيتقال، وبتعلم على اهم الحاجات بايدك. حاول وانت بتذاكر تاخد سكرين شوت كده بعينك للصفحه، لان ده برده من اكتر الحاجات اللي هتخليك تنجز بسرعه وتحفظ الحاجه بسرعه. لما تيجي في الامتحان مثلا او لما تيجي تحل الاسئله هتفتكر الصفحه وهتفتكر شكل الصفحه وهتفتكر الكلام ده كان مكتوب فين في الصفحه. فحاول تشغل كل حواسك وانت بتذاكر عشان ده هيساعدك ان انت تنجز اسرع. لو تقدر مثلا تعمل خرائط ذهنيه وانت بتذاكر او مخططات، واكتر حاجات بتحس ان انت مش عارف تحفظها كويس علمها بحاجه معينه، علمها بموقف معين، علمها بحاجه مضحكه. صدقوني بجد الحاجات دي بتفرق جدا. واخر حاجه في الحته دي، لو في اي حاجه مش واضحه ليك خالص ومش عارف تستوعبها، شوف الكيفيه بتاعت الحاجه دي على اليوتيوب. يعني مثلا واحنا في الجامعه كان عندنا حاجه في الدي ان ايه احنا كنا خدناها في ثانوي بس انا ما كنتش فاكراها، والحته دي بجد كانت معلقه معايا كمان وانا في ثانوي. لما جيت وانا في الجامعه برده حاولت افتكرها ما عرفتش افتكرها خالص. فدايما لما حاجه بتعلق معايا وتقف خلاص مش عارفه استوعبها خالص ولا عارفه افهمها، بروح جايبه الكيفيه بتاعتها على اليوتيوب. يعني مثلا كان في حته اللي هي نسخ شرايط الدي ان ايه، فالحته دي انا ما كنتش عارفه استوعبها كويس، فجبت فيديو انه العمليه دي بتتم ازاي فعلا، وكان بيجيب بقى شرايط الدي ان ايه وهي بتتركب على بعضها. فانت لما بتشوف الحاجه بعينك كده صدقني ده بيفرق جدا جدا، وهتفتكر كيفيه الحاجه اللي انت ما كنتش عارف تستوعبها، هتفتكر الحركه بتاعتها كانت ازاي في الفيديو وهو عمل ايه وايه اللي اتحط على ايه وايه اللي اتشال. والحاجات اللي بتظهر لك في الفيديو كلها بتخليك تفهم وبتستوعب الحاجه اللي انت مش فاهمها. فجربوا موضوع ان انتوا تشوفوا كيفيه حاجه على اليوتيوب ده. برده كان في موضوع بتهيألي في ثالثه ثانوي اللي هو الترسيب الكهربي ده، انه ده بيترسب على الكاثود وده بيترسب على الانود وكده، فما كنتش برده عارفه استوعب الحته دي. جبت الكيفيه بتاعتها وشفت ده بيترسب ازاي وده بيترسب ازاي، والانيونات بتتحرك ازاي والكاتيونات بتتحرك ازاي. ساعتها استوعبت الحته دي وما نسيتهاش ابدا وكنت فاهماها جدا مع انها كانت حته صعبه. فلو في اي حته معصلجه معاك شوف الكيفيه بتاعتها على اليوتيوب، ما تشوفش شرح، شوف العمليه اللي انت مش فاهمها دي فعلا بتتم ازاي. ده هيفرق معاكم جدا. تاني حاجه understand the study cycle، افهم دوره الدراسه، ودي الدراسه اللي طورها فرانك كريست. ايه بقى الدراسه دي وبتتقسم لايه وايه القصه بتاعتها؟ الدراسه دي بتتقسم ل5 حاجات: reviewing, attending class, reviewing, studying, checking your understanding. طريقه الدراسه بتاعتك لازم تمر بال5 خطوات دول. اول حاجه اللي هي البريفيوينج دي، ودي انا حاسه ان هي ما بتبقاش اصح حاجه غير في الجامعه. يعني اصلا بريفيوينج الاول اللي هو المعاينه، ان انت بتاخد فكره عن الدرس ده قبل ما المدرس يشرحه لك او قبل ما الدكتور في الجامعه يشرحه لك. الموضوع ده ليه احسن حاجه في الجامعه؟ لانه في الجامعه انت ما بتبقاش واخد اي فكره عن الموضوع تماما، فانا
مثلا لما كنت بدخل المحاضره ساعات مثلا كنت لو دخلت بدري قبل الدكتور يعني، فكنت بحاول اخد فكره عن ايه المكتوب في الشابتر اللي هيشرحه، علشان لما يشرح ابقى انا واخده فكره، اللي هو مش بذاكره يعني، باخد فكره بس كده ايه ده بيتكلم عن ايه العناوين الرئيسيه، عشان لما يجي يشرح ابقى مستوعبه هو بيقول ايه. في ثانوي الموضوع هياخد منكم وقت، خصوصا لو في ثالثه ثانوي، او مش هيبقى كده كده يعني اللي هو مهم قوي، لان هم كده كده بيشرحوا كل حاجه، وكل الحاجات دي بتبقى واخد عنها اصلا فكره قبل كده في اولى وثانيه ثانوي، فالموضوع مش مستاهل ان انت تعدي بمرحله البريفيوينج دي. مرحله البريفيوينج دي احسن لو انت في الجامعه، عشان ما بتبقاش واخد فكره اصلا عن ايه اللي هيتشرح، وكمان الكلام اللي بيتشرح بالانجلش فانت في الاول اصلا ما بتبقاش مستوعب ايه اللي بيتقال، فموضوع البريفيوينج ده بيسهل عليك. تاني حاجه واللي هي attending class، ان انت تحضر الدرس وكمان تركز فيه كويس جدا، لان 50% من المذاكره بتاعتك في البيت بتكون من تركيزك في الدرس. الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. الناس اللي بتركز في الدرس لما بتروح البيت بتبقى فاكره كل كلمه اتقالت، بتبقى فاكره الشرح، فده يساعدهم ان هم لما يروحوا لو هم بيسجلوا الحصص ويرجعوا يسمعوها، فهم مش هيحتاجوا ان هم يضيعوا وقت في الخطوه دي، لان هم كانوا مركزين تماما في الحصه. ده غير ان كمان تركيزك في الحصه بيخليك تستوعب الفكره وتستوعب الدرس، وساعتها لو احتجت في ساعتها ان انت تسال في حاجه بتسال المدرس، بتوقفه وبتساله او بتساله بعد الحصه، فلما بتروح البيت بتبقى كل حاجه واضحه بالنسبه لك، فالمذاكره بتكون اسهل جدا. ثالث مرحله وهي الريفيوينج، انت بعد ما بتاتندنج الكلاس بتخلص وترجع البيت بتراجع بقى على الشرح بتاع المدرس، وبعد كده بتبدا بقى المرحله الرابعه وهي الستادينج بقى بتذاكر وتثبت المعلومات وتحفظ بقى خلاص. بعدين تنتقل للمرحله الخامسه وهي تشيكينج يور اندرستاندينج، بان انت بتسمع على نفسك او ان انت بتحل اسئله عشان تتاكد ان انت فهمت ولا لا. واكتر حاجه بتاكد لك ان انت فهمت ولا لا وهي الحل. لو لقيت نفسك بتحل كويس ولقيت نفسك بتحل نسبه كبيره من الافكار، يبقى انت كده فهمت الدرس كويس. ودي كانت النقطه بتاعت understand the study cycle. تالت حاجه وهي spacing out is good، التباعد امر جيد. احدى استراتيجيات التعلم الاكثر تاثيرا هي انك توزع مهامك على الاسبوع. يعني مثلا لو عندك واجب لماده معينه، فقسم الواجب ده على يومين، ما تحلش الواجب كله وتراكمه مره واحده على نفسك، ده هيخليك تزهق وتمل وتتعب وتحس ان انت قدامك كميه كبيره تحلها. انت مثلا عندك واجب، الواجب ده مثلا 50 سؤال، انت قدامك مثلا على الدرس يومين، اغلبكم مثلا بياخد درس كل يوم ويوم، لو احنا بناخد محاضرات فبناخد المحاضره مرتين في الاسبوع او مره كل اسبوع، فعلى حسب الفتره المتاحه قدامك قسم التاسك مطلوب منك على فترات زمنيه قصيره. مثلا لو قدامي اسبوع وعندي تاسك معين اخلصه، فانا هقسم التاسك ده على الاسبوع كله، كل يوم هعمل منه جزء معين، فده مش هيخليني اتعب وانا بعمل الحاجه، مش هيخليني احس بان الحاجه دي تقيله عليا فتراجع ان انا اعملها اصلا. وده اللي اغلبنا بيعمله. وانا عندي مثلا محاضره او تاسك او واجب او اساينمنت مثلا او اي حاجه معينه كميتها كبيره، لو قعدت عليها في يوم واحد اخلصها فهحس ان هي كتيره، واقول انا لسه ورايا كذا محتاجه اخلصه في يوم واحد، او ازنق نفسي في موضوع الديدلاينز ده. احنا بنزنق نفسنا زنقه الكلاب ودي معروفه، بلاش نزنق نفسنا زنقه الكلاب. انا عارفه ان الموضوع ده صعب علينا كبني ادمين ان احنا ما نزنقش نفسنا زنقه الكلاب، بس ما يكونش قدامك مثلا اسبوع وتيجي تزنق نفسك في اخر يوم وتقول مثلا انا هخلص الحاجه دي في اليوم ده وتراكمها على نفسك، فتحس ان هي تقيله فممكن ما تخلصهاش كلها، او ان انت اصلا ما تعملهاش خالص. فبلاش ان احنا نزنق نفسنا زنقه الكلاب. لو احنا قدامنا اسبوع نقسم التاسك المطلوب مننا على الاسبوع كله، عشان ما نحسش ان احنا تعبانين او ما نحسش ان احنا مش عايزين نعمل الحاجه دي. وده كان معنى التباعد امر جيد، ان هي ان انت تقسم التاسك الكبير على تاسكات صغيره في الفتره الزمنيه المتاحه قدامك. اخر حاجه وهي امشوا على التودو ليست، لان دي من اكتر الحاجات اللي هتساعدكم ان انتوا تنجزوا الحاجات اللي وراكم بشكل اسرع، وهتحفزكم على ده. ليه بقى ما بنمشيش على التودو ليست؟ عشان احنا بنحط تاسكات رهيبه احنا مش قدها. خلي التودو ليست بتاعتك مناسبه للظروف المتاحه قدامك. مش معنى كلامي ان انا بقول لكم ان انتوا تعملوا تودو ليست تافهه عشان تخلصوها، لا، حاول تقسم الحاجه المعينه على فترات زمنيه، خلي التودو ليست بتاعتك مناسبه ليك، عشان لما بتخلصها كلها ده بيخليك تحس ان انت انجزت الحاجه اللي كنت قايل عليها. في نفس الوقت ما تخليش موضوع ان انت ما تخلصش التودو ليست اللي عليك ده ياثر عليك، لان انا كنت في اول موضوع ما بدات اعمل تودو ليست كنت بزعل جدا لو ما خلصتش كل الحاجات اللي موجوده في التودو ليست. بس طبيعي ان احنا يومنا ما بيكونش معروف كله، يعني بتحصل حاجه في نص اليوم تخلينا مثلا ما نعرفش نخلص التودو ليست بتاعتنا، او انه الوضع بيتغير مثلا، وحاجه انا كنت متخيل ان هي تاخد مني وقت معين فتاخد مني وقت اكتر، فما اقدرش اخلص التودو ليست بتاعتي. وما تحبطوش ان انتم ما خلصتوش التودو ليست بتاعتكم، لان ده ممكن يحصل، وارد جدا ان انت توقع حاجه او حاجتين من كل الحاجات اللي انت كاتبهم، بس مش اكتر من كده. يعني ما يكونش مثلا واقع منك نص التودو ليست مثلا وتقول انا كده تمام وكده زي الفل، لا. يعني مثلا لو وقع منك حاجه حاجتين من التودو ليست كده عادي، يعني مفيش مشكله. المره الجايه ان شاء الله تحاول ان انت تظبط الموضوع اكتر. وبس كده، اتمنى تكون فكره الفيديو عجبتكم، واتمنى اكون المعلومات اللي انا قلتها لكم في الفيديو
وتكون افادتكم، وقولوا لي افكار اعملها برضو تفيد الكل وتكون مناسبه لجميع المراحل الدراسيه. قولوا لي ايه الحاجات اللي انتم محتاجين نعملها الفتره الجايه ان شاء الله عشان نعمل عنها. وبس كده انا خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وطبعا قولوا لي رايكم في الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم كل اشعار بكل فيديو جديد هنزله. بس كده، باي باي.